السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم التحليه كتجي زوينه بزاف، بنينه وكتحضر دغيا دغيا، ما كتاخذش واحد الوقت. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم تشوفوا لا فيديو طريقه التحضير ديال هاد التحليه هذه. المقادير ديال هاد التحليه غادي نحتاجو، عندي كميه قليله ديال اللوز، عندي هنا واحد 5 الحبات ديال التمر، عندي معلقه كبيره ديال الشوفان، عندي نصف لتر ديال الحليب، وواحد فلو ديال الفاني، وإلا كان الكراميل يكون احسن. صافي هادو هما المقادير، ندوزو على بركه الله. طريقه التحضير: غادي نوضع الشوفان، غادي نوضع التمر واللوز، غادي نطحن هذا الخليط مزيان. بسم الله. تهرق لي، غندير شي حاجه مكبر. صافي غادي نزولو من هذا الكاس. غادي نوضعو في اناء اللي يمكن ليا نطحنو فيه بسهوله. صافي وغادي نفرغ الخليط، وغادي نضيف ليها الساشي ديال الفلون. قلت لكم اللي كان الكراميل يكون احسن. غادي ندير معلقه واحده ديال السكر اختياري، يمكن لكم تستغناو عليه وتزيدوا شي شويه التمر. ونضيف معلقه كبيره مع عمرش. صافي غنخلط هاد العناصر وغنردهم فوق البوطه حتى كيغلى لي الخليط. من بعد ما كيغلى الخليط غادي نصبوه كويسات. صافي غادي نتسنى عليهم حتى ياخذوا درجه حراره المطبخ حتى كيبردوا، غير هكا، غير هنا فوق سطح العمل، وغندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا وعاد كنقدموهم. الفيديو ديالنا وصلت النهايه ديالها. نتمنى التحليه اللي قدمت لكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، كتجي زوينه بزاف. الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي فمرحبا بك، ضغطي على زر الاحمر وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. فضلا وليس امر منكم انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، باش هكا كتكبر القناه وتحفزوني اكثر انني ندير لكم فيديوهات اكثر. ولا عجبتك في الوصفه وجربتيها خلي لي في الكومونتير كيف جاتك. نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. ما نطولش لكم، مع السلامه. نوريكم التحليه كيف كتجي. فوالا.